دخل علي بن أبي طالب على القبور فقال: يا أهل القبور، إن بيوتكم قد سكنت، وإن أموالكم قد وزعت على الورثة، وإن نساءكم قد زوجوا، فحدثونا عنكم يا أهل القبور، أعطونا من أخباركم يا أهل القبور. القبور لا تتكلم. فالتفت علي بن أبي طالب إلى أصحابه فقال: والله لو تكلمت هذه القبور لقالت: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سلام، مرحبا بكم في قناة يوميات أم راسيم. وصفة جديدة في قناتي إن شاء الله تنال إعجابكم، وهي طاجين الشوفلار. واللي ما يحبش ياكل شوفلار بهذه الطريقة ياكل وما يفيقش خلاص باللي راهو شوفلار. نحتاج في الوصفة تاعنا حبة بصل متوسطة مسكرفجة، عندي 3 سنينات ثوم، عندي حبة بطاطا متوسطة مقطعة مكعبات، عندي شوية دجاج وحميصة أورند. نحطو هذا في الكوكوط ولا في المرميطة ولا كل واحد كيف يسمي. نزيدو شوية زيت ونبداو نلوحو في التوابل تاعنا. اول حاجه نبداو بها هي الملح، ما ننساوش الملح وما نكثروش بزاف، نديرو شويه ملح ونبداو نلوحو التوابل شويه شويه. عندي كركم، عندي شويه فلفل اسود، وعندي كزبر وشويه زنجبيل. ومن بعد نديرو ربع كاس ماء نقليوها في هذاك مع الزيت، نقليو بها. كي تقلى مليح مليح نزيدو نمرقو ونخليهم يطيبوا مليح وتكون لاصوص هذيك خاثره. من بعد نحيو البطاطا هذيك اللي طابت في لاصوص، نقطروها مليح مليح من لاصوص، ونفتتو الدجاج هذا. الشوفلور تاعنا واش نديرو فيه؟ عندنا شوفلار نقيوه مليح ونديرو له شويه ملح وشويه نديرو له القرنط. الشوفلور ما درتوش كامل، درت النص. اسم لا تحوسي تجيبي كميه اكثر من هكا ديري ضعفي الكميه وخلاص. بعد ما قطرناه مليح نحكمو نديرو بالفرشيطه ولا بهذه الاداه ونقعد نمس فيه او يخرج لك شويه ماء. قطريه من الماء وزيدي له البطاطا هذيك اللي طابت في لاصوص. من بعد نزيدو لهم الدجاج اللي فتتناه، ونزيدو لهم الزيتون الاخضر وزيتون الكحل ودبشه، ونزيدو لهم 2 مغارف شابلور، ونزيد لهم 2 بيضات، ونبدا ندير ثاني في التوابل. التوابل هي نفس التوابل اللي درناها في لاصوص: زنجبيل وكزبر وفلفل الكحل وشويه كركم، ونزيدو شويه ملح، بس من الملح هذوك البيض بالخطاك الشوكولا طابلنا كوش طابلنا في الملح. نخلطهم مليح حتى يتجانسوا المكونات، ونروح نجيب المول سيليكون اللي حنحطو فيه هذا الخليط. تبعوا لا فيديو مليح دوك تفهموا الطريقه، راهي ساهله خلاص. هذا هو المول السيليكون اللي درت فيه. امسحيه بالزيت ولا بالزبده، انا ما مسحتوش. ومهم باه تتفاداي ما تلصقلكش، انا خليتها بردت شويه باه ديموليتها. المهم حطيت الخليط تاعي في كامل المول ودخلتها الفور يكون سخون، شعلت لها من التحت حتى نحمر على الجوانب، ومن بعد شعلتها الفوق، خرجتها من الفور، خليتها 4 دقائق هكاك 5 دقائق ونحيتها ديموليتها. ها الشوفلور تاعنا بعد ما طاب. من بعد نجيبو فرماج هذاك تاع لي ساندويتش، نجيبو الطابع يكون دائري. نقطعو هذاك على شكل دائري ونحطو على هذا الشوفلور، ومن بعد نزين بالزيتون والدبشه من الفوق بالمعدنوس.
البنات هذا الفرماج راني ما طيشتوش، راني عاودت لميته مليح مع بعضه، ومن بعد حليته بالحلال وطبعته بالطابع وعاودت كملت به نورمال، ومن بعد درت لهم حبه زيتون ودرت شويه دبشه، ومن بعد قدمته مع لاصوص تاع الحميصه اللي درنا على الاول، وجا طبق يشهي. ان شاء الله يعجبكم. وصلنا لنهايه الفيديو، ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم. متنساوش ديروا لي جيم وكومونتير، واللي دخلت القناه جديده نقولك حبيبتي متنسايش ديري لي اشتراك مع تفعيل زر الجرس هكا باه يوصلك كل جديد ومن هذيك بالقناه تاعنا.